السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض البقسماط بطريقة سهلة جدا، وفي امكانيات اي ست انها تعمله في البيت. ويلا بينا نبدأ على طول ونشوف المكونات. هنا ده نص كيلو دقيق انا نخلته كويس قوي، وهنيجي هنا دي زيت على معلقة ونص سمنة، وده سمسم ابيض مش متحمص، وكمان دي معلقتين سكر، وهنا معلقة كمون للي عايز يعمله بالكمون، وكمان معانا نص معلقة ملح، ومعانا كيس خميرة، ومعانا نص معلقة بيكنج باودر صغيرة. يلا بينا كده هنبدأ ونشوف هنعمل ايه الاول. اول حاجة هنا الدقيق. احنا كده هنعمل ايه الاول؟ هنحط الملح، وهنحط السكر، وهنحط كمان الخميرة، وهنحط كمان نص معلقة بيكنج باودر. كل المكونات الجافة هنحطها على بعضيها. معانا بقى السمنة والزيت، هنحط كده بالطريقة دي، وهتبسيه مع بعضه زي البسبوسة كده لحد ما كله يتشرب يبقى زي الرمل، يبقى حبيبات. بعد كده هنبدأ نعجن بمية دافية. هنبدأ كده نبس بالطريقة دي لحد ما كله يتشرب من السمنة اللي احنا حطيناها والزيت بالطريقة دي. كله كده اتشرب من السمنة والزيت. هنبدأ بقى نضيف المية الدافية. انا حطيت مية في نفس الكوباية بتاعة السمنة والزيت. هنبدأ نضيف ونعجن كده، نكون العجينة اتعجنت كويس. هطلعها كده على الرخامة، انا ماسحة الرخامة، وهتبدأي تتعاملي معاها بالطريقة دي. كل ما تبقى العجينة ملساء معاكي وتبقي خدماها كويس هتاخدي منها بقسماط حلو قوي. كده انا عملت العجينة كويس قوي، نعمتها كويس وقسمتها كده نصين. ده هعمله بالسمسم، ودي هعملها بالكمون. كمان كده العجينة اللي هي بكمون انا هزود لها رشة ملح خفيفة جدا عشان بيبقى مالح عن التاني. وكده رجعناهم تاني في الطبق، وهنغطيهم بس يرتاحوا بس ربع ساعة كده. وبكده حبايبي نكون خلصنا الكمية كلها. ده كله من نص كيلو. وطبعا اللي هو بالسمسم حطينا على وشه السمسم من فوق، واللي هو بالكمون ما حطيناش عليه اي حاجة. وبالطريقة دي هنغطيه لحد ما يختمر كويس وهنشوف كده. وبكده تكون العجينة اختمرت كويس قوي، البقسماط يكون اختمر، وهنخبزه وهنشوف مع بعضينا. كده حبايبي نكون خلصنا، والكمية دي كلها من نص كيلو دقيق. اقسم بالله طعمه تحفة، وهتدوقوه وهتعملوه وهتجربوا وتشوفوا. وهكسر واحدة وهوريكم بصوا خفيف ازاي. يا رب ينال اعجابكم. وده على فكرة اللي بالكمون برضو تحفة خالص وطعمه جميل. لو انتوا عايزينه ارفع من كده ممكن ترفعوه عن كده حسب رغبتكم. بعد كده هو لما بيختمر بيزيد وزنه، بيزيد الحجم بتاعه. اتمنى ينال اعجابكم، واتمنى منكم تجربوه. ويا ريت لايك كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.